يا قاصد باب الكريم ومصلي على النبي الكريم، سمع الحكاية فيها السر واليقين. الدنيا سوق والنيات فيها حقوق، وليلة القدر هي الميزان اللي كيفرق بين الصدق والزواق. حكايتنا اليوم بخرتها بالند الفاسي وفتلتها بخيوط التاوي، من دار الحاج بن سودة، راجل الشان والهمة اللي كلمته كانت ميزان ودارو كانت مجمع للأعيان. الحاج بن سودة كان عنده سر مخبيه في صدره هادي 40 عام، سر الفم المجموع اللي ما عمره نطق بكلمة ديال العيب ولا خل الأمانة. وكان عنده ولد سميتو التهامي، شاب غزال ولكن لسانه كان محلول بحال الشكوى د اللبن، ما كيخبي سر وما كيهني خاطر، والناس كاملة كانت كتقول التهامي ولد الحاج كلامو كيطير مع العجاج. في ليلة القدر المباركة الحاج بن سودة قرر يعطي لولده الدرس الأخير، الدرس اللي غيخليه يولي راجل بالمعنى الحقيقي، وفين غيخرج واحد السر غيقلب حياة العائلة كاملة من قلب الفم المجموع. واحد الليلة من أيام العشر الأواخر والجامع كيزغرد بالتسابيح، عيط الحاج بن سودة لولدو التهامي، جلسو في الصدر ديال الرياض تحت الضو ديال الشموع، والحاج جبد واحد السرة د الثوب خضراء مربوطة بخيوط الحرير وحطها قدام التهامي وقال ليه بواحد الصوت فيه الهبة ديال ناس زمان: تهامي ولدي، هذه ليلة القدر هي ليلتي الأخيرة في هذا الدار، وقلبي كيقول لي بلي السفر قريب. هاد السرة فيها الأمانة العظمى لعائلة بن سودة، بغيتك تخبيها تحت مخدتك وما تحلهاش وما تهدرش عليها مع شي واحد حتى تدوز الليله المباركه، حيت الا خرج خبرها الزنقه عارف بلي البركه طارت من يديك. تهامي اللي كان عقلو كيطير قبل رجليه شد السره وهو كيترعد، قال ليه كون هانيه الوليد، فمي مجموع بالخيط والابره وسرك في بير غارق. ولكن بنتي غير خرج التهامي من عند باه وهو يحس بلي السره بدات كتاكلو في يديه، مشى للبيت وجلس كيشوف فيها، يا ترى شنو غادي يكون لداخل، واش ياقوت، واش عقود ملكيه، واش شي كنز مدفون. وبدا الشيطان كيوسوس ليه غير طله وحده ما تضر، بكره ناس والليل غطاس. تهامي ما قدرش يصبر، ولكن قبل ما يحل السره دخلت عليه مرته فطومه اللي كانت راديو ديال الحومه، الا عرفت شي حاجه بالليل الصباح الحمام كامل كيتعاودها. شفت السره وهي تخرج عينيها، قالت ليه تامي اش هاد الخير، واش الحاج بن سودة عطاك الصداق جديد ولا هادي هي الخريطه ديال الكنز اللي كيقولوا مخبيه في الحيط ديال الجامع؟ تهامي اللي كان باغي يبان سيد الرجال قدام مرته تبسم واحد التبسيمه وقال ليها: سكتي يا فطومه، هذه امانه ثقيله، الحاج عطاني السر اللي خلاه يولي اغنى راجل في فاس، ولكن عندها تقوليها لشي حد، هاد السره فيها حجر السعد اللي كيجلب الرزق. فطومه غير سمعت حجر السعد وهي تطير بالضحك، قالت في خاطرها وعلاش جارتي لاله رقيه يكون عندها السعد وانا لا، خاصني غير نشوف اللون ديالو باش نوصفو للشوافه نهار الاثنين. وهي كتحاول تخطف السره من يد التهامي والتهامي كيدفع فيها بالضحك والبساله وهي تفرقع السره في وسط البيت. وهنا كانت الصدمه، ما خرج ياقوت ما خرج ذهب، خرجت بصله قديمه وحفنه ديال الحرمل وورقه مكتوب فيها بالمنسوج: اللي ما صبر على بصله ما يوصلش هاد النحله، والسر الا خرج للمراه ولا حكايه في كل حفره. تهامي بقى كيشوف في البصله وجمد في مكانه، وفطومه بدات كتغوت بالضحك وبالخيبه في نفس الوقت. اش هاد الشوهات تهامي، الحاج بن سوده عاطيك بصله والحرمل، واقيلا باك بقى كيخرف ولا بغا غير يضحك علينا في هاد الليله المباركه؟ في هاد اللحظه الحاج بن سوده كان واقف ورا الباب كيسمع لكل شيء. دخل عليهم وهو لابس الفوقيه البيضاء وريحته ريحه المسك، هو يقول لهم: التهامي، البصله اللي ضحكتي عليها هي اللي خلات فمي مجموع 40 عام، كنت كنشم ريحتها في طعامي وفي كلامي باش نتفكر بلي الدنيا قشره والسر هو اللب. الامانه ما كانتش في السره، الامانه كانت في الصبر ديالك. وانت في الطومه لسانك ولا بحال الناقوس ديال الكنيسه كيعلم باللي كاين وباللي ما كاينش. الحاج تنهد وقال لهم: ودابا حيت السر خرج من الفم المجموع غادي نقول لكم الحقيقه ديال الكنز اللي بصح مخبيه ليله القدر. هذيك البصله والحرمل هما الرموز اللي غيوصلونا للخزينه اللي تحت الزليج ديال الرياض، الخزينه اللي ما كيحلها غير الساروت اللي ضيعتوه بخفه اللسان. تهامي وفطومه غير سمعوا كلمه الخزينه تحت الزليج وهما يطير لهم الناس. الحاج بن سوده خلاهم في وسط الصاله ومشى لبيتو، سد عليه الباب وبدا كيسبح وضحك في خاطره، هو كيقول: يا ربي تسمح ليا، هاد الدراري خاصهم الكي باش يعرفوا قيمه السر والني. تهامي شاف فطومه وقال لها بصوت خافت: سمع يا فطومه، الكنز راه تحت رجلينا، وبا قال لنا الساروت ضيعناه، ولكن الساروت الحقيقي هو الفاس والعتله. يلا هزي جلابه وشدي معايا هاد الركنه، راه ليله القدر هي ليله الفتح. فطومه اللي كانت كتحلم بالمضمه ديال الذهب وبالجوهر ناضت كتشطح بلا بندير. جابوا العتله وبداو كيقلعوا الزليج الفاسي واحد بواحد، الصاله ولات حاله والتراب طلع والتهامي كينهج وكيعرق.
زيدها في الطومة، حفري هنا. با قال لينا تحت الزليج. انا راه كنشوف واحد الرخامه غريبه كتململ، وهما كيحفروا بالجهل والطمع. وصلوا لواحد البلاصه قاصحه بزاف. تهامي ضرب ضربه مجهده، هو يتسمع واحد الصوت، وفجاه خرج اليوم واحد العجب. ما طاحش اليوم على البال، ما خرج ذهب، ما خرج ياقوت، خرج اليوم الماء البارد بحال النافوره. الحاج بن سوده كان داير واحد القادوس قديم ديال الماء مخبي تحت الرخامه، كفخ لاي واحد بغى ينبش في ساس الدار. تهامي وفطومه فزقوا كاملين، وريحه الغيث عطات في الدار كامله، وهما كيترعدوا بحال الفراخ المبلوله في نص الليل. في هذا الوقت والدار عامره بالماء والتراب، الحاج بن سوده خرج من بيته وهو كيغوت: اويلي على شهتي، الدار غرقات والجنون ناضوا يحفروا في ليله القدر. تهامي طاح على ركبيه وهو كيبكي: سمح لينا با، طمع غوانا وبغينا نجبدوا الخزينه باش نصلحوا حياتنا. الحاج شاف فيهم بواحد الشوفه فيها السخريه والوقار، وهو يقول: تهامي فطومه، الخزينه اللي كنتو كتقلبوا عليها راه الساروت ديالها هو الصبر والفم المجموع. الذهب اللي كنت وعدتكم به راه بعتو هادي وبنيت به ساقيه للمساكين في باب الجامع، وسميتها ساقيه الفم المجموع. الامانه اللي بقات ليا هي هذا الرياض اللي نتوما دابا هدمتوه بيديكم. فطومه بدات كتندب في وجهها وهي تقول ليه: يعني ما كاين لا ياقوت ولا حجر السعد، غير البصله والحرمل والماء البارد. الحاج تبسم وهو يقول ليها: ابنتي، حجر السعد هو القناعه، والسر الا خرج من الفم المجموع غيولي دابا ضحكه في لسان كاع الجيران. غدا ملي يخرجوا الناس من صلاه التراويح غيشوفوا دار الحاج بن سوده محفوره، وغيعرفوا بلي التهامي ولد الحاج ما قدر يصبر على حتى بصله ليله وحده. وجا صباح العيد والدار حاله كيبكي عليها الحجر. تهامي وفطومه بقاو الليل كامل كيجففوا في الماء ويجمعوا في التراب، والندم كياكل في قلوبهم. الحاج بن سوده جمعهم في السطح وجبد واحد الكتاب قديم وحلو قدامهم، وهو يقول: شوفوا اولادي، هذا هو الكنز الحقيقي اللي خلاه لي جدي. هذا كتاب التاويل والامثال، فيه مكتوب بالذهب: الفم المجموع كيدخل ليه الرزق بلا دموع، والفم المحلول كيجيب الشوهه والفضول. انا درت لكم هاد الحيله باش تعرفوا بلي الرزق ما كيجيش بالحفير، كيجي بالحفظ، حفظ اللسان وحفظ الامانه وحفظ كرامه الدار. تامي باس لباه يديه هو يقول ليه: توبه نصوحه با، من اليوم فمي غيكون صندوق مقفول، ويدي غتكون بنايه ماشي هدايه، والسر اذا خرج غنغطيه بالعمل والرزانه. الحاج بن سوده بقلبه الكبير جبد واحد المفتاح حقيقي هاد المره وعطاه للتهامي وقال ليه: هذا المفتاح ديال الخزينه اللي في الزاويه، فيها رزقكم اللي خبيتو لكم بالحلال، مفرق بالعدل والتاويل. خدوه ديروا به الخير، وتفكروا ديما باللي البصله الحاج بن سوده هي اللي وصلتكم لشهد العيش الكريم. يا فاهم الغزي، حكايتنا سالات ورمزي فات، وهكا لالا سالت حكايه ليله القدر في دار الحاج بن سوده. تهامي وفطومه ولاو هما ارزل الناس في الحومه، وفطومه ما بقاش لسانها راديو ولا مسك كيدوي غير بالخير. ومن تما بقات فاس كتعاود هاد الحكايه في العواشر. يا طامع في السر المكنون، خلي فمك مجموع موزون. ليله القدر هي ليله الصفاء، واللي نيته صافيه كيعيش في الهنا والوفاء.